السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديده. انا شفت بزاف ديال الفيديوهات اللي حطوا هاد الزبده بكاس ديال الحليب وتحطت الطرق مختلفه، كل واحد كيفاش دار لها. انا درت هاد الطريقه ولكن ما درتش زيت المائده، درتها بزيت الزيتون. بقاو معايا نشوفوا كيفاش كتجي هاد الزبده. غادي نحتاجوا 250 غرام ديال الحليب، كاس كبير ديال الحليب، نفس الكاس عبرنا به الزيت، نص كاس ديال الزيت. انا درت هنا زيت الزيتون. وغادي نضيفوا معلقه كبيره ديال العصير الحامض ومعلقه كبيره ديال الخل وشويه ديال الملحه. هادشي كامل درتو في خلاط كهربائي. غادي نبقى نخدم الخلاط 10 ديال الثواني ونوقف 10 ثواني، يعني ما نبقاش نخدمو مره واحده، كنبقى نوقف كل مره كنوقف 10 ديال الثواني وكنعاود نوقف حتى كيولي الخليط كيتقال شويه، كيجي بهذا الشكل هذا. كيختار هنايا عندنا الخليط بهذا الشكل هذا. دابا غادي نضيف 250 غرام ديال الزبده. درت هنا زبده حيوانيه، نقدروا نديروا سونطرال ولا جوده، المهم انا درت هنايا زبده سونطرال. وغادي نخدم دابا الخلاط باقصى درجه ديالو، غادي نخليه حتى كيتجانسوا ليا هاد العناصر مزيان. دابا غادي نفرغ الخليط في واحد البواطه ديال البلاستيك وغادي ندخلو المجمد ساعه ساعتين حتى كيجمد ليا الخليط مزيان. هنايا هاني جبت هاد الزبده كيفاش جات. انا كتكون قاصحه في الاول، ولكن هذه ما كتستحملش درجه الحراره دغيا، كتبدا تذوب وما يمكنش نحتفظوا بها في الثلاجه، ضروري خصنا نحتفظوا بها في المجمد. وحتى المذاق تاع الحامض كيجي فيها مذاق الحامض ومذاق ديال زيت الزيتون، يعني ما كتصلحش لنا لا الحلوى لا حتى شي حاجه ما عندهاش علاقه بزبده سونطرال. كنتمنى تستافدوا من الفيديو ونتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله. السلام عليكم.